هاد البنت كانت كتقول الناس بلي عندها الحكه في الانف ديالها. ملي الدكاتره غادي يقلبوا الانف ديالها ما غتصوروا شنو غادي يلقاو فيه. بالتالي يلا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كلشي كليكي جادورنا وما تنساش تابونا الا كنتي جديد. ليتس جو. هاد البنت سميتها انا والسن ديالها تقريبا 24 عام. كان كيعجبها شي حاجه سميتها التسافير، يعني كان كتموت انها تسافر وتمشي من بلاصه لبلاصه فقط غير باش تكتشف شنو هما الدول ولا المدن الاخرين. واحد النهار غتجي واحد الفكره انها غادي تمشي تسافر في افريقيا، وبطبيعه الحال غادي تشد الطياره وغادي توصل لواحد المدينه في افريقيا. ينفع غادي توصل غادي تبدا تكتشف دوك المناطق اللي كاينين تما وديك البلاصه باش معروفه الى اخره. فبطبيعه الحال بعد ما غادي ترتاح غادي دوز تقريبا 3 ايام مباشره غادي تكري واحد الدراجه ناريه. بعد ما غادي تكري غادي تكون غادا في الطريق كدور، وفجاه غادي توقع عليه واحد الحادثه اللي غادي نعتبروها انها حادثه خفيفه في الاول، لكن من هنا غادي تبدا المعاناه من عنده بشكل اللي هو كبير. غادي تبقى تجا واحد الحكه في النيف ديالها بزاف، وماشي غير هادشي انما ديك الحكه جنونيه وما عندهاش حتى كيفاش دير حتى تحكها. داكشي غادي يطول عليها نهار تابع نهار حتى غادي تجيها الفكره انها تمشي عند الطبيب. والطبيب ملي غادي توصل عنده غادي تشرح ليه الحاله ديالها، غادي يقول لها خاصنا ضروري نديروا لك التحاليل باش نعرفوا شنو كاين. فمباشره غادي يدير لها التحاليل ما غاديش يخرجوا ديك الساعه. غادي نقول لكم ديك الايام اللي التحاليل غادي نبغيو يخرجوا هذيك البنت انا غادي تدوز واحد المعاناه بشكل اللي هو كبير، الى درجه انها ما بقى كيجيها لا نعاس لا والو. ماشي من التفكير ديال التحاليل وانما من داكشي اللي واقع معها، حيت غادي نعرفوا من بعد شنو واقع معها. النهار الاول بحال هكاك، النهار الثاني، النهار الثالث ملي غادي تمشي عند الطبيب عاوتاني غادي يقول لها راه التحاليل ديالك باقي كاع ما خرجوا، ولكن اين غادي يخرجوا والا غادي نتصلوا بك وغادي نقولوا لك داكشي كامل اللي واقع، غير حاولي انك تصبري. الطبيب غادي يخرج لها واحد المهدئات غتحاول انها تنعس. المعاناه بشكل اللي هو كبير يوم بعد يوم. كتقول انا جيت لهاد البلاصه هادي باش ندوز الكونجي ما لقيت راحتي في حتى شي حاجه. واخيرا التحاليل غادي يخرجوا، الدكتور غادي يعيط لها في التليفون وغادي يقول لها ضروري خاصك تجي. فاين غادي تجي غادي يسولها غادي يقول لها شنو هي اخر عمليه درتي. هنا غادي تقول ليه باللي ما درت والو، ولكن وقع لي واحد المشكل انني كنت في الدراجه ناريه غدا ودرت واحد الحادثه سير، وان ديك الدراجه الناريه طاروا منها بعض من الطروفه. هنا غادي يكتشف الطبيب بان دوك الطروفه بعد ما غادي يعاودوا يديروا لها تحليل اخر على الراس ديالها بشكل كامل بانه واحد الطرف عندها في الانف ديالها، وكون ما جاتش في الوقت المناسب كان احتمال كبير انه يمشي للمخ اللي عندها. غادي يديروا لها واحد العمليه وغادي يجبدوا لها هذاك الطرف كان كبير تقريبا، ومن ديك الساعه وهي ما بقات كتجيها لا حكه لا حتى شي حاجه. من وجهه النظر ديالك كون ما دخلاتش في الوقت المناسب شنو كان ممكن يوقع لها؟ واش بصح هذاك الطرف كان غادي يمشي ليها الفوق ديال الدماغ ديالها ولا لا؟ كلشي جاوبني في كومونتيرات. واش خبارك بلي كلمه لا اله الا الله ما كتحركش فيها الشفايف ملي كتقولها؟ وعلاش؟ حيت هذه رحمه من عند الله عز وجل باش اي مسلم جاتو سكرات الموت غادي تجي سهله انه يقولها لا اله الا الله. وان شاء الله اي واحد كتبها في كومونتيرات ما تصعبش عليه انه ينطقها في شي نهار، وبالخصوص الا بارطاجي هذا الفيديو مع اعز الاشخاص اللي انت كتبغي.